قالت لا يا رسول الله. قال لها لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، قولي وإلا الوحي نازل. قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. في رواية في صحيح مسلم في بعض الأصول قال نعم، كأنها بتسأل يعني. وفي روايات أخرى أنها قالت ذلك تقريرا، أي أنه مهما يكتم الناس يعلمه الله، فأنا هعترف وأقول لك ما الموضوع. وقامت حكي له ليه الحكاية. فقال لها أنت السواد الذي كان أمامي. ما هو كل ما يجري يلاقي حد بيجري، كل ما يمشي يلاقي حد بيمشي. السواد إشارة إلى زي المرأة، الزي المستحب بالنسبة للمرأة المسلمة أنها تلبس سواد، وإن كانت الألوان الأخرى جائزة مباحة يعني، بس ما يكونش بقى شفتشي والكلام وبنفسجي والحاجات اللي ممكن تلفت الأنظار، يعني مثلا الرصاصي، بني، مثلا بيج، زيتي، ممكن الحاجات دي تبقى موجودة يعني. لكن الزي المستحب ان المرأة تلبس الايه؟ السواد، زي الزي المستحب او اللون المستحب للرجال البياض، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. خلاص؟ أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت نعم يا رسول الله. قالت فلهزني، وفي رواية فلهدني بالدال، لهزة في صدري أوجعتني. وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني بأن تكون الليلة لك وأذهب لغيرك؟ إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك عشان ما تسمعيش صوته، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. أنا عايز الأخلاق دي ننفذها في بيوتنا. كره أن يوقظها تستوحش، تخاف، صغيرة في السن والبيوت لم يكن فيها مصابيح والدنيا ضلمة، وهيروح البقيع وسيبها لوحدها في الضلمة. لا، أنا عندي تفضل نايمة أحسن لها بدل ما تستوحش. وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. أنا عايز بقى النساء يتعلموا من أخلاق عائشة. قامت محولة دفة الحوار، قالت يا رسول الله وماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ غيرت الموضوع، خلاص ما عادش بقى الموضوع الأولاني خلص، دخلنا في قصة تانية. لا، الست بقى لازم تعمل تحقيق مع جوزها. اتأخرت ليه؟ كان عندي مشوار وكان بعمل كذا. قول لي ايه اللي حصل بالظبط. يا ستي طيب أنا دلوقتي مرهق وجاي تعبان مش عارف ايه. لا، لازم تقول. طب اخزي الشيطان، ولما استريح وانام وافوق واكل هقول لك. لا، أنا عايز أعرف دلوقتي أهو، أنا فضولية وعايز أعرف إيه اللي حصل بالظبط. يا ست اعملي معروف. لا، لازم تتصدر وتعمل الكلام ده. حد ممكن الأمر ينتهي بالإيه؟ بالطلاق. يعني واحدة زي كده عملت نفس القصة دي، فزوجها بقى اخزي الشيطان. لا، مش هخزي الشيطان، الحكاية قام فاتح الباب وإيه؟ وعايز يمشي على ما الشيطان يمشي، بدل ما يقول لها أنت طالق. وبعدين قامت خاطفة المفتاح منه وقافلة الباب بالترباس واخدة المفتاح في إيديها. قالت له مش هتخرج من هنا لما أعرف القصة من طقطقة. السلام عليكم. يا ست اعملي معروف، يا ست مش عارفين. قالت له خلاص طلقني. حاضر هطلقني، بس ايه؟ سيبيني شوي. لا، دلوقتي اهو. فالراجل شوف ده استفزاز يعني. قال لها خلاص يا ست أنت طالق. قالت له تطلقني كده ببساطة؟ ببساطة كده تقول لي أنت طالق؟ ده يعني لو جاز الذبح يعني كنت ذبحتك ورميتك للكلاب. هتقولي لي بعد الاستفزاز ده كله
وأعمل مسألة تقول لي ببساطة اتفرط فيا ومش عارف ايه والكلام ده. لا، نغير الموضوع. في موضوع شد نغيره بأي وسيلة. الست زكية تعمل كده. عائشة رضي الله عنها قالت كده، لسه عمالين يتكلم وأنت السواد الذي كان أمامي وضربها ولاسة في صدري أوجعتني ومش عارف ايه الكلام ده، إن جبريل أتاني والبقيع والكلام ده. قالت ماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ بقينا في موضوع تاني خالص. قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإن شاء الله بعدكم لاحقون. وانتهت الحدوث، انتهت المشكلة. فأنا عايز أقول السياسة إنما ترجع في النهاية إلى كياسة، وترجع إلى تدريب من الصغر. من استطاع أن يسوس امرأة استطاع أن يقود دولة، ومن استطاع أن يسوس امرأتين استطاع أن يقود دولتين، ومن استطاع أن يسوس أربعة استطاع أن يقود العالم. ليه؟ أيوة، ده كلام مظبوط. يعني أنا ممكن أبقى رئيس العالم. ها؟ كشفت أنا السر. ها؟ أو ممكن أقود العالم عادي، يعني مفيش أي مشكلة. وأمريكا اللي معذباكم ده أربيها يعني. ها؟ فأنا أريد أن أقول يعني سليمان عليه السلام، شوف لما بقى إيه النملة تكلمت وقالت وبتاع والكلام ده. لحظة يا إخوان. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. شوف يعني شكر ربه تبارك وتعالى وأرجع الفضل في هذا إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة القصة أو المحاضرة لها تتمة، وهي كيف تعاملت بلقيس مع تهديد سليمان لها لما قال إنه من سليمان الكتاب وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلمة ونص. كيف تعاملت هذه المرأة بالسياسة واتقت أن يدخل عليها سليمان. هو ده الحقيقة كان يعني الذي أريد أن أتممه. لعلي إن جمع الله بيني وبينكم مرة أخرى أتمم هذا، أو أتممه في مكان آخر، وهو عادة المحاضرات بتذاع على الفضائيات، على قناة الناس وقناة الحكمة والخليجية وهذه القنوات، وعلى الموقع بتاعي على الإنترنت. فممكن يعني ده الجزء الأولاني، يبقى الجزء الثاني تتمة قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.